السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. فقلت اجيب النهارده طماطم وافرزها معاكم. الطماطم طبعا الايام دي حلوه ورخيصه، مش غاليه ولا حاجه. يعني انا جبت العدايه دي على بعضها ب 180 جنيه، يعني كيلو ونص ب10. والطماطم اصلا بتتباع ب10 جنيه وب12 جنيه بره. فقلت افرزها معاكم النهارده بقى، ونعينها ايه لرمضان ان شاء الله. بقى عايزين نتفرغ للعباده وقراءه القران وصلاه التراويح. ربنا يعود عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله هنعمل ايه؟ نفرز مع بعض ايه؟ عصير الطماطم المركز جدا جدا. طبعا ينفعك في رمضان جدا وفي الايام العاديه كمان، يعني غير رمضان كمان. طبعا الواحد بيبقى ينزل السوق مش قادر يمشي على رجليه، فمش ناقص ان يجيب طماطم كمان. فقلنا ايه؟ نجيب طماطم، عدايه طماطم زي دي حلوه كده. دي حوالي 28 كيلو او 25 كيلو. فقلت افرزها معاكم النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه طبعا هنعملها زي ما انتم شايفين بقى ايه، يعني تختاري الطماطم الحلوه الحمراء الجميله زي دي كده اهوت. هننقي منها ايه اللي هو الطري شويه زي دي كده مستطريه اهي. والجامده هنسيبها في التلاجة، ولما تستطرى شويه. وطبعا يعني ساعات بنعمل سلطه، بنعوز الطماطم في اي حاجه على الجبنه ولا حاجه. هنعين منها حبه، والباقي ايه هنفرزه في الفريز. اول حاجه بقى ايه؟ هنجيب طبق زي ده كده يكون كبير. طبعا يكون عندك حله كبيره بقى. وتحطي بقى ايه فيها الطماطم ايه الطريه. يعني نمسك الطماطم الطريه. نمسك الطماطم كده اللي هي طريه، نروح واخدينها وايه وحاطينها في الطبق بتاعنا. وهنغسلها ايه غسله جامده كويسه جدا جدا تحت ميه جاريه. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. الطماطم الطريه المستطريه كده ناخدها وايه ونحطها في الطبق بتاعنا. هنغسلها بقى وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انتوا شايفين كده فضينا الطماطم طبعا وزناها، وكان بيقول 28 بس طلع 26 ونص. يلا الله يسامحه بقى، مفيش مشكله. طبعا فيها يعني واحدتين كده بايظين من تحت، فبقول لكم خلوا بالكم عشان ما تقولوش ايه عبير قالت لنا الطماطم زي الفل وجبنا العدايه وطلعت فيها بايظ. فلو ان يعني في ناس ما عندهاش ضمير، ربنا يسهل له. طبعا زي ما انتم شايفين كده جبنا الطماطم بتاعتنا. طبعا بنتي بتساعدني، الله يبارك لها ويديها الصحه كده ويخلي لاولادها. جبنا الطماطم بتاعتنا هنقطعها ايه 4 تربع زي ما انتم شايفين كده. ونشيل ايه القطعه اللي فوق دي اهم حاجه. هنقطع بقى الطماطم بالطريقه دي كلها بالشكل ده كده. طبعا عايزين بقى كذا حله بقى، مش حله واحده طبعا. فانا بحاول ادور على الحله اللي عندي، يعني دي اللي لقيتها في اكبر منها، فانا هحاول ادور عليها واطلعها. يعني انا عايزه اكتر من حله. هخلصها بقى بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، ونشوف بقى المكون اللي احنا هنحطه عليها بعد كده وهي بتستوي. الطماطم بعد ما قطعناها طبعا قطعناها على حلتين كبار زي ما انتم شايفين، الحله كبيره بسم الله ما شاء الله. هننزل بقرن فلفل او قرنين او 3 او نص كيلو. انا ده موجود عندي في الفريزر، فطلعت قرنين منهم وحطيتهم مع الطماطم زي ما انتم شايفين. بيدي طعم للطماطم وبيدي لون حلو طبعا زي ما انتم شايفين. الطماطم تستوي معانا طبعا هنسيبها تبرد تماما، وبعد كده نضربها في الخلاط. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يعني غليت وخلاص. استوت تماما زي ما انتم شفتوا. سيبناها طبعا تبرد تماما تماما عشان الخلاط ما يتحرقش معانا. هنضربها بقى في الخلاط ضرب جامده جدا جدا. عندك بقى خلاط هاند بلندر، اي حاجه اللي موجوده عندك اعصري بيه. انا عندي الاتنين، بس انا هستخدم ايه خلاطين عشان طبعا الكميه بسم الله ما شاء الله كبيره. فعشان الخلاط بتاعنا ما يبص، فهنعمل بقى حبه بالهاند بلندر حبه بالخلاط لغايه ما نعصر ايه الكميه كلها. ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اهم حاجه نضربها ونصفيها كويس جدا. طبعا لو عوزتي حبه ميه من اللي هي فيها دي حطي حبه، عشان ايه حبه صغيرين يعني مش حبه كتير، عشان ايه الطماطم تتضرب معانا كويس. يعني هي معلقه كفايه قوي كده. هنضربها بقى في الخلاط بتاعنا، بس ايه نوسع لنفسنا كده كده اهو بالشكل ده كده اهوت. هنضربها ضربه جامده جدا عشان تلعب معانا. هي خلاص استوت تماما زي ما قلت لكم. ضربه حلوه كده يعني دقيقتين كده، وبعد كده ايه نصفي. خلاص بقى ضربنا الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شفتوا كده. بقى هنحطها في مصفى زي دي كده. انا عندي مصفى اضيق بس يعني هتطلع روحي لغايه ما اخلص. فانا هعملها بالمصفى دي برضو ايه هتدي نفس النتيجه ان شاء الله. اصلا الطماطم مستويه كويس جدا، فيعني ايه مش هتطلع تفل كتير باذن الله. بالشكل ده كده اهوت نضربها كويس جدا. طبعا احنا حاطين قرن فلفل زي ما انتم شفتوا مع الطماطم وهي بتستوي، عشان القرن الفلفل ده بيديها طعم ولون جميل جدا.
ولسه في مكون تاني هنحطه بس مش دلوقتي. نعصرها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم الطفل بسيط جدا، يعني حاجه لا تذكر خالص، غير لما تكوني بتعصريها وهي ايه فريش، يعني تعصريها كده لسه جايباها وتعصريها في الخلاط بتطلع نصها تفل. انما الطريقه دي جميله جدا للطماطم في تخزين الطماطم. بالشكل ده كده اهو. نصفي كويس جدا. هنرمي التفل بقى ونعصر بقيه الطماطم بالشكل كده ده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. شكل الطماطم بعد ما عصرناها بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عايزه اوريها لكم والله، يعني حاسه ان الكاميرا مش جايباها قوي. دي الحله الكبيره قوي اللي عندي الالمونيا، انا بحب اسوي زي ما انتم عارفين في الالمونيا. وحله تانية اهي بسم الله ما شاء الله. العدايه كلها طلعت 26 كيلو ونص زي ما قلت لكم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كميه كبيره جدا هتنفعك جدا، يعني ممكن تقعد معاكي شهر او اتنين، يعني ممكن تقعد معاكي لبعد رمضان ان شاء الله، او تكفيكي شهر رمضان باذن الله. طبعا حطيناها على البوتاجاز وعلقنا ايه عليها. اول ما هتاخد غلوه هنهدي عليها. طبعا في مكونات هنحطها دلوقتي. هنحط ايه، هنحط معلقتين 3 بابريكا هنا اهوت. برضو ايه الحله التانية برضو نفس النظام، هنحط معلقتين كده بابريكا تبقى عشان دي اصغر منها. وهنقلب البابريكا طبعا. وهنحط كمان طبعا طماطم انتوا عارفين يعني سكر. هنحط هنا ايه برضو معلقتين وهنا معلقه بالشكل ده كده اهوت. وبعدين هنحط ايه هنا معلقتين ملح. طبعا نعمل حسابنا واحنا بنعمل الاكل احنا حاطين ملح ايه في التسبيكه بتاعتنا. وهنا هنحط معلقه لان الحله دي اصغر من دي زي ما قلت لكم. وهنقلب بقى ايه الحاجات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم اول ما هتغلي طبعا احنا معليين النار، اول ما هتغلي هنروح ايه مهديين عليها عشان ايه تتسبك معانا زي الصلصه اللي بتجيبها من بره. طبعا دي احلى بكتير جدا جدا، يعني يكفي انك الطماطم انشي اللي منقياها بايديكي، مفيش طماطميه معفنه مفيش طماطميه بايظه. انما المصانع والشركات طبعا يعني على ما اسمع كله على بعضه كده بيعملوه، ما عندهمش انه ينقوا يعني يفرزوا الحاجه. انما انت عاملاها بايديكي اهو لونها زي العسل. طبعا انت لو عايزه تعززي من لونها اكتر واكتر طبعا لو عندك بنجر ممكن تجيبيه وتسلقيه وتضربيه ايه مع الطماطم في الخلاط وتعصريه، هيديله لون حلو طبعا. وطبعا البنجر فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. الناس اللي ما بتحبش البنجر دخليه في اي حاجه في وصفات يكون عندك، مثلا دخليه في الفراوله، دخليه في الطماطم، اعملي بيه سلطه. البنجر بجد والله مفيد جدا جدا، بس اللي يعرف يعني لو ولادك ما بيحبوهوش اعملي طبعا دخلوهم في الطماطم، دخلوهم في عصير الفراوله. هنقلب كل المكونات دي كده. اول ما بتغلي زي ما قلت لكم هنهدي عليها النار لغايه ما تتسبك معايا، يعني الكميه دي كلها يعني لما تتسبك ممكن تنزل لايه 3/4 كده اهو بالشكل ده كده. هو زي ما قلت لكم بنقلب الحله التانية برضو بنقلبها بالشكل ده كده اهو. زي ما قلت لكم طبعا انا بوضف في المطبخ بتاعي، فانا شايله المطبخ خالص بره، يعني البوتاجاز هو اللي موجود في المطبخ اهو. تغلي بقى ونهدي عليها زي ما قلت لكم. بعد ما تغلي وتسبك معانا حلو كويس جدا 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 هنسيبها طبعا تهدى خالص وتبرد تماما تماما. يعني لو عاملاها من بالليل سيبها للصبح مفيش مشكله عادي مش هيجرى لها حاجه. وبعد كده نعبيها بقى في اكياس، نعبيها في علب اللي موجوده عندك. انا هحطها في اكياس لان دي الفريزر بتاعي اللي هو الصندوق ده، فمش هينفع فيه العلب لان عندي حاجات كتير فيه، فالاكياس اسهل ما بتاخدش مكان قد كده. نسبك بقى ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. شكل الطماطم بعد ما سبكناها كويس جدا وسيبناها زي ما انتم شايفين كده بردت تماما، يعني انا عملتها من بالليل والصبح دلوقتي اهو النهار طلع، فقلت ايه اعبيها بقى في اكياس معاكم. معانا طبعا ايه اكياس ثلاجه احجام، يعني معاكي الحجم ده يعمل مثلا وجبه، ومعانا حجم تاني يعمل وجبتين. فانا ايه هعمل كل كيس يعمل وجبه. لو عوزت اعمل وجبتين مثلا بطلع كيسين عشان ما تبقاش ايه تفيد معاكم وايه وتترمي حرام. طماطم حرام يعني بتفضل للمين. اهي طماطم اهي هوريكم سمكها عامل ازاي. شايفين الطماطم بسم الله ما شاء الله لونها تحفه تحفه تحفه. هنعبيها بقى في اكياس مع بعض او علب، لو عندك علب مفيش مشكله على قد الوجبه زي ما قلت لكم. افتح بس الكيس. طريقه سهله جدا وبسيطه وهتوفر لك وقت في رمضان ان شاء الله، وغير رمضان كمان. يعني الواحد بيبقى عايز يطلع حاجه سهله ويعملها من الفريزر
بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه نطلع الهواء ايه من الكيس بالشكل ده كده. يعني طبعا الكيس ده ما ينفعش مكروم ولا حاجه لان جواه طماطم، ونروح فاطشينه بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب يكون واضح قدامكم. اعمل معاكم كمان كيس واكمل بقيه الكميه مع نفسي بقى. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعدوا الطماطم وكده، اهم حاجه العمايل اهو بالشكل ده كده اهوت. هنحط برضو ايه 4-5 معالق للوجبه. برضو ايه هنقفل برضو الكيس ونطلع. اهم حاجه زي ما قلت لكم اهم حاجه الهواء كده اهو. ننزل الطماطم بتاعتنا ونربطها. سهله وبسيطه جدا. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. دي كميه الطماطم، عصير الطماطم اللي احنا حطيناه في الاكياس. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني هيكفيك الشهر والزياده كمان ان شاء الله. طبعا في اكياس كبيره طبعا لو هتعملي محشي او هتعملي وجبات كتير. اكياس كبيره طبعا زي ما قلت لكم. يعني عملنا الصغير والكبير وحطينا في برطمان برضو زي ما انتم شايفين كده. ده ايه يعني ممكن استخدمه النهارده ان شاء الله. اعمل ايه مكرونه او اعمل اي حاجه بيه بجد. ولا كميه كبيره جدا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الحقي خزيناها دلوقتي. سعرها مش غالي ولا حاجه. طبعا زي ما انتم عارفين في رمضان الحاجه بتبقى غاليه جدا جدا. فانت الحقي هاتيك عدايه واعمليها زي ما انا عملتها بالطريقه دي. سهله وبسيطه جدا. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.